بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا في حضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائب. النهاردة جبنا لكم معجزة جميلة جدا جدا من معجزات رئيس الملائكة ميخائيل. بس قبل ما نعرف تفاصيل معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائب. يلا بينا نتعرف على معجزة النهاردة. معجزة قصة النهاردة حصلت في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في كفر النحال في الزقازيق، ودي قريبة جدا من المدافن، وهي منطقة فقيرة ومعظم المساكن المجاورة للكنيسة بيسكنها غير مسيحيين. وفي سنة 1946 كان بيخدم الكنيسة راهب بسيط جدا، وكان متوكل على ربنا دايما، وبحسب إمكانات جيله كان بيخدم ربنا وبيزور بعض العائلات وبيصلي قداس الحد كل أسبوع. وكانت الكنيسة وقتها عبارة عن مبنى صغير كده محاط بسور مبني، والباب الخارجي للسور مصنوع من أسياخ حديد وبيتقفل بقفل من بره. وكان الأب الراهب ده بيزور أسرة في غروب أحد الأيام الأسبوع يعني، وكانت من العائلات المتدينة. وكان رب الأسرة ده راجل ميسور الحال كده، ومراته إنسانة تقية، وما كانش عندهم أولاد لمدة طويلة جدا. وبعدين ربنا رزقهم بعد سنين طويلة خالص بطفل، وكان بالنسبة ليهم كأنه نور الحياة بالنسبة لهم، وكانوا شاكرين ربنا عليه دايما وعلى كل اللي ربنا عمله معاهم. وفي زيارة من الزيارات دي أبونا الراهب ده كان قاعد مع الراجل وزوجته والطفل بتاعهم، وكان بيتكلم في أعمال ربنا وعجايبه واللي بيعملها عن طريق قديسين. وكان الطفل ده صغير عنده سنة، يعني يدوبك بيقدر ان هو يزحف كده ويلف حواليهم. وكان موجود في قلب المكان اللي هم قاعدين فيه ترابيزة كده ومحطوط عليها طبق صغير فيه شوية من الترمس. وكان الطفل الصغير ده عمال بيزحف حوالين الترابيزة دي ويمسك بيها علشان يعرف يقف ويتسند يعني ويقف. ومن غير ما الأب والأم ياخدوا بالهم أو من غير أبونا حتى ما ياخد باله، الطفل الصغير ده مد إيده في الطبق وواخد واحدة من حبات الترمس اللي محطوطة في الطبق دي وحطها في بقه، وحاول ان هو ياكلها يعني او يفتتها ببقه فما عرفش، فحاول ان هو يبلعها فدخلت في القصبة الهوائية. ومن غير اي مقدمات لقوا الطفل مرمي قدامهم على الارض ومش قادر حتى ياخد نفسه او يطلع اي صوت ولا اي حاجة خالص. اترعب الاب والام وبقوا يصرخوا منزعجين جدا من اللي حصل للطفل ده، وبقوا مش عارفين يعملوا ايه. والراهب كمان وقف محتار ومش عارف يعمل ايه، لكن كل اللي جه في باله ان هو يجري على الكنيسة يجيب شوية زيت من القنديل او مية لقان يمكن يعرف يسعف الطفل الصغير المسكين ده. وفعلا حصل كده، جرى للكنيسة لكنه لقاها مقفولة بالقفل الحديد من بره ومفيش حد جوه خالص. وكان قربني الكنيسة خلص اللي كان بيعمله وطلع قفل الكنيسة بالقفل ومشي. احتار الراهب ده، ما بقاش عارف ان هو يعمل ايه، وحاول ان هو ينادي على اي حد، لكن طبعا مفيش اي حد خالص جوه لان الباب مقفول بالقفل من بره. وهو كان عايز ياخد اي حاجة من الكنيسة ينقذ بيها الولد، والوقت بيمر والولد ده يعتبر الطفل ده في خطر، فمش لاقي اي حاجة. ملقاش اي حاجة غير ان هو مد ايده من بين اسياخ الحديد بتاعة البوابة دي وخد حفنة تراب من تراب الكنيسة واخدها وجرى بيها للبيت بتاع الطفل ده. ولقى ان الناس بدأت تبقى ملمومة عليهم كتير وبقى البيت زحمة جدا. الجيران اتجمعوا بسبب صراخ الاب والام، وان هو الطفل يعني خلاص شايفينه قدامهم بيتخنق ومش قادر ياخد نفسه. وجه ابونا لكن الطفل كان لسه على قيد الحياة، لكنه ما كانش قادر يتنفس وجسمه بدأ لونه يتغير، يبقى يعني لون جسمه بقى ازرق ومش قادر ياخد نفسه خالص. دخل ابونا يجري بسرعة من كتر ان هو جاي من عند الكنيسة جري،
علشان يلحق الطفل ده، لانه خلاص يعني كان بيتخنق، يعني مش قادر ياخد نفسه. دخل بسرعة وهو في ايده التراب، وكشف ملابس الطفل عراه يعني، وحط التراب على تراب الكنيسة زي علامة الصليب على صدر الطفل، وصرخ لربنا وقعد يصرخ لربنا ويتشفع برئيس الملائكة ميخائيل. وفي الحال الطفل بدأ يعطس كذا عطسة ورا بعضيها كده، خرجت معاها فتات حباية الترمس دي وللحال. وبالفعل الطفل بعديها بدأ يتنفس طبيعي وبقى كويس خالص، وجسمه بدأ يرجع طبيعي زي الأول. كل اللي واقفين كانوا مذهولين من اللي حصل، وشافوا عمل ربنا معاهم ومع الطفل ده. وكل الناس كانوا بيتكلموا عن شفاعة الشهيد الملاك ميخائيل، وكمان عن تراب الكنيسة. بقوا بيقولوا حتى تراب الكنيسة مبروك بيعمل آيات وعظائم كتيرة. ودي ما كانتش المعجزة الوحيدة اللي حصلت في الكنيسة دي بشفاعة الملاك ميخائيل، لكن حصل لطفلة صغيرة بنت أحد الشمامسة، كانت والدتها بعتتها عشان تسأل عن والدها اللي كان موجود في الكنيسة مع مجموعة شمامسة بيحفظوا ألحان. لكن كان الوقت اتأخر ووصل لغاية الغروب، وهو اتأخر عن الحضور للبيت. فبعتت الأم الطفلة عندها 6 سنوات عشان تسأل عن والدها في الكنيسة. فلما قربت من الكنيسة شافت الملاك ميخائيل، وكأنه إنسان كبير جدا جدا واقف عند باب الكنيسة، ورجليه الاتنين دول بارتفاع الباب الحديد بتاع الكنيسة، وايديه عاملين زي الجناحات كده مفرودين على مبنى الكنيسة كله حوالين الكنيسة. فخافت البنت وصرخت لما شافت المنظر، لكن الملاك ده انحنى ليها كده بالقامة بتاعته العجيبة دي عشان يطمنها، وقال لها يا حبيبتي ما تخافيش، انتي عايزة مين؟ فقالت له هي مرعوبة وخايفة جدا، انا عاوزة بابا. قال لها بابا مين؟ فقالت له على اسم والدها. فقال لها ايوه هو كان هنا مع الشمامسة وخلصوا من درس الألحان ومشيوا. فقالت له هو انت هنا بتعمل ايه؟ فرد عليها وقال لها انا حارس الكنيسة. فقالت الطفلة بسذاجة يعني او ببراءة الاطفال، وقالت له هو انت اسمك ايه؟ فقال لها انا ميخائيل. وفضل الملاك ميخائيل رئيس الملائكة هو السند والحارس للكنيسة دي، وبحسب أفكار الآباء اللي كانوا موجودين هو حارس كل كنيسة. عشان كده لما كان في أي دير يعني بيتبني بيبنوا فيه كنيسة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل في الحصن، علشان ده دليل لقوته وشفاعته، قوة شفاعته وحراسته الدايمة ليهم. شفاعة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل تكون معانا آمين. كده بنكون وصلنا لنهاية قصة ومعجزة النهاردة. ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، واذكروني دايما في صلواتكم. سلام.